مرحبا يا اساطير. اليوم عندنا الجزء الثالث من تحدي قتال الموبات. اليوم رح يكون عندنا الايرون جوليم ضد البيلجر والرافجر هذا الساحر والايفوكر. رح يكون قتال اسطوري خرافي. اذا بدكم تعرفوا مين رح ينتصر لازم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. والله يا جماعة هلا اثنين رافجر ضد واحد ايرون جوليم، مين رح يفوز؟ اثنين رافجر ضد واحد ايرون جوليم. شوفوا يا جماعة الجلد بلش، الجلد بلش. يا سلام مين رح ينتصر يا جماعة؟ والله اوه فاز الرافجر يا جماعة، فاز الرافجر. الله الله الله، خلينا نقتله يا جماعة. جماعة هيك بنستنتج انه الايرون جوليم بيقدر على واحد رافجر، اما على اثنين ما بيقدر للاسف. يا جماعة هلا الايرون جوليم ضد البيلجر، 10 بيلجر. هلا صار 1-0 لجماعة البيلجر. رح نحط الايرون جوليم. يلا يا اساطير يلا، شو مين رح ينتصر؟ مين رح ينتصر؟ حظ ظالمين الايرون جوليم، حاطين اعداد كبيرة ولكن بعتقد بيقدر على البيلجر بيقدر عليهم. يلا يا ايرون جوليم فرجينا عزمك، يلا يلا شد الهمة لا تموت. ايوه يا جماعة ما بعرف اذا ظلمتوا بهي القتال ولكن بعتقد على البيلجر رح يقدر. انت تستطيع، يلا انت تستطيع. وحش يا ايرون جوليم وحش. جماعة صارت النتيجة وحدات. هلا رح حطوا ضد هدول، رح حطوا ضد 6 منهم، هيك تجربة. يلا يا جماعة يلا بلش الحرب، بلش الطحن. مين رح ينتصر؟ بلشوا فيه وفازوا يا جماعة. والله ظلمتوا ولكن فازوا. شوفوا هذول اخويا. صارت النتيجة 2-1 وحاليا 3 ايفوكير ضد الايرون جوليم. يلا بلش فيهم يا ايرون جوليم، ما تخليهم. يلا يا ايرون جوليم، يلا يا جماعة لازم الايرون جوليم يفوز ولكن بحطوا هدول ناقص موتوا يا عمي. يا شباب والله ما بعرف اذا ظلمتوا ولكن يلا اقتلوا. اخر واحد. يلا يا ايرون جوليم خلص انتصر يا جماعة، انتصر. هلا هدول ما بعرف شو وضعهم. يلا خلصنا، اقتلوا هرب. وهيك بيكون الايرون جوليم انتصر يا جماعة وصارت النتيجة 2-2. والله يا جماعة هلا الايرون جوليم رح يكون ضد 10 من هدول الفيكس. فيلا يا جماعة خلينا نحطوا الايرون جوليم. شوفوا الطحن مين رح ينتصر باخر نقطة. هي اخر جولة يا شباب، اخر جولة بيناتهم بتحدد مين رح ينتصر، الايرون جوليم ولا الرافجر والبيلجر وشلتون. يلا يا جماعة الايرون جوليم هلا مبلش طحن ولكن مشكلتهم هدول بيطيروا يا جماعة، عندهم افضلية. شوفوا مثلا هدول كيف طايرين هون، لسه في 4. ما بعرف الايرون جوليم كيف بده يوصل لهم، لازم هن ينزلوا له. يلا بلش انزلوا. بتوقع الايرون جوليم رح ينتصر لانه لسه ما راح شي منه. فيا جماعة بس هيك بيكون الايرون جوليم انتصر يعني وصارت النتيجة 3-2. مع رح نضيف قتال اضافي 3 من هدول ضد الايرون جوليم. يلا خلينا نشوف مين رح يفوز. يلا يا جماعة الايرون جوليم بلش جلد وطار يا جماعة. شوفوا طار الايرون جوليم، بدأ الطيران. شوفوا يا جماعة اكثر شي بضحك انه الايرون جوليم طار. شوفوا كيف طاير، شوفوا. يا سلام. لوين يا معلم؟ لوين ان شاء الله ما طول بالطيران. يلا يا جماعة رجع لهم. مين رح ينتصر؟ لا يلا طار. ان شاء الله ما مطول. طير. احلى شيء يا جماعة بهدول انه لما حدا بيقاتلهم بيطيروه. شوفوا بيطيروه، خلوه يطير شوي ويرجع، يعمل جولة ويرجع. والله اساطير. ولكن الايرون جولم رح يفوز. شوفوا يا جماعة خلص الايرون جوليم. وهيك صارت النتيجة 4-2 للايرون جوليم وكسب التحدي ضد كل هالوحوش. بس يا شباب هم نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس اشعارات ليوصلكم كل جديد. واذا ما عجبكم فباذن الله المقاطع والتحديات الجاي رح تعجبكم، فلهيك اشتركوا بالقناة. طبعا هي الجزء الثالث من السلسلة. اذا بدكم تشوفوا الجزئين اللي مضوا كتير اسطوريين وفيهم قتالات اسطورية فلهيك ارجعوا وشوفوهم يا اساطير. وبس اشتركوا بالقناة.